توچینی آباد جهان ویدیدانی واد ودان شاد و حریت دیوی گران وطن افغانستان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من تبع هداه وهديه، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد عن والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رئيس الحفل الكريم وضيوفنا المبجلين وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إني لسعيد جدا اليوم، حيث وفقني ربي لأن أقوم أمام إخواني المؤمنين وأفاوض معهم وأتكلم حول الموضوع بر الوالدين والتحذير من حقوقهما. فيا عباد الله، إن من توصيات الدين ما حث عليه من المحاسن والفضائل مقابلة الإحسان بالإحسان، وبذل الجزاء للمحسن تقديرا لإحسانه واعترافا بجميله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن أجل ذلك وجه الخالق الباري عز وعلا الانظار إلى عظيم منة الوالدين بالوصية بهما قياما بعد حقهما ورعاية لإحسانهما وتقديرا لفضلهما، فقال تعالى: ووصي الإنسان بوالديه حسنا، وقال أيضا: ووصي الإنسان بوالديه إحسانا. يا إخوة الإسلام، إن من بوادر السوء أننا لا نرفع رؤوسنا بهذه الوصية الكريمة ونغدو نتنكر جميل والدينا مساعرين، لهما خدودنا شامخين، عليهما أنوفنا معتزين بشبابنا أو بجاهنا ومالنا وثروتنا ونفوذنا أو بثقافتنا وتعليمنا متناسين ماضينا. ما لنا لا ننظر إلى ما مر بنا في مواضيع الدهور. كل واحد منا كان فيه ملء السمع والبصر من والديه، وموضع الرعاية والعناية، طفلا رضيعا فصبيا فغلاما يافعا فشابا مكتمل النضوج، يمضي وكأنه لا يذكر لحظة من لحظات. ذلك الماضي الحافل بالمنن والآيات السابقة للوالدين. يا أمة الإسلام، كما تعرفون ما يوجه أنظارنا إلى عظيم حق الوالدين، وإلى أن جميلهما لا يكافئ بجميل، وفضلهما على الولد لا يعدله فضل. فاعرفوا يا معشر المسلمين، لهما حق بالمبالغة في برهما تكونوا من المفلحين، ولا تكونوا كالذي يسيء إلى أبويه في أبشع سوء الإساءة، بحيث تبلغ الضرب والإهانة وقد تقتصر على تأفف وتذمل. فإن ذلك عقوق ومحرم وخروجنا عن أمر الله في الوصية بالوالدين، وسوف يلقى العاقبة جزاء عقوقه، حيث يشقي في الدنيا ويصل في الآخرة عذاب الجحيم. نعم يا أخوتي في الله، تعالوا أتحفكم بقصة رائعة يبدو من بينها شأن ومن قبلنا في البر بالوالدين وإطاعتهما والإحسان إليهما. ألا وهي أنه روي عن عمرو بن حماد أن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خرجا يطوفان بيت الله الكريم، فبينما هما إذا رأى أعرابيا حمل أمه على ظهره وينشد: إني لها مطية لا أنفر، إذا الركاب ذعرت لا أذعر، وما حملتني وارضعتني أكثر. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن تبرها فالله أشكر، يجزيك بالقليل أكثر. فاتقوا الله يا معشر الإخوان، واحرصوا كل الحرص على رضا الوالدين، وحذار من حقوقهما حذار، فهما جنة العبد وناره، وأطيعوا أمرهما وإن ظلماكم. فإنكم لو صبرتم وصابرتم على ما يصيبكم بصدد ذلك
تدخلوا جنات ربكم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لا تخرجون ولا تخرجون. وتريدون الجنة يعلموا أن الجنة تحت أقدام أمهاتنا. هل تريدون أن يرضى عنكم ربكم؟ فاعلموا أن رضا ربي في رضا الوالدين وسخط ربي في سخط الوالدين. وأخيرا أسأل الله أن يوفقنا للبر بالوالدين والاجتناب من حقوقهما فإنه ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.